سلام سلام غالياتي، واش راكم لا ان شاء الله كما تكونوا مليح كما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم هذا البلا البنات، راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا من الاطباق 2026، ديري بحاله في رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. البنات هذا البلا نديروه بالبطاطا وكورية الدجاج. البنات يخرج بزاف بنين، وشوفوا لي الشكل تاعو شحال جميل، يخرج رائع البنات. تقدري تفرحي به العائلة ديالك، وتقدري ديريه لضيافك، يخرج بريزونطابل البنات. وتقدري ديريه في ساير الايام كيما انا اليوم كنت صايمه درتو البنات. قسمت لكم منو طرونش باش تشوفوا كيفاش خرج البنات، يخرج ما شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه حبيباتي تبعوا معايا لا فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. وما تنساوش حبيباتي تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نبداو بسم الله في الوصفه البنات. هنا واش نسحقوا؟ هنا عندي حوالي نصف صدر الدجاج. هذا مكان كمية صغيرة، تكفيكم حتى البنات، حتى 6 أفراد من العائلة، تكفيكم حتى 6 أشخاص. هنا درت ملعقتين لا شابلور، هي خبز مطحون. درت ملعقتين معدنوس، ملعقتين بصل، هاوليك درت ملعقتين بصل. وهنايا درت لي زيبيس، درت توابل دجاج، درت فلفل اسود، ودرت وشنو درت الزنجبيل، فلفل اسود وتوابل دجاج وزنجبيل. هذا واش درت لي زيبيس. وديروا الثوم، هذا واش نسحقوه. هنا الملح، وديروا الثوم البنات. وهنا درت ملعقه زيت، انا ما حبيتوش يدم بزاف، درت غير ملعقه زيت. هنا في الكوكوطه هذيك النصف صدر من الدجاج عفوا، خليت منها قطعه صغيره باش ندير بها لاصوص. وانتوما الا كانت عندكم، انا باسكو كان عندي صدر بلا عظم، انتوما الا كان عندكم العظم ديروا المرقه غير بالعظم اللي نحيتو منه الدجاج. هنا درت حبه بصل مسكرفته نقلي فيها مع ديك القطعه تاع الدجاج. كما قلت لكم تقدروا ديروا غير بهذيك العظم تاع الدجاج، هذيك الكركاسه تاع الدجاج، ولا ديروا جناح ولا هكذا، غير باش يعطيكم البنه. هذا ما كان تقلوا هكذا بيان. ومن بعد هنا تجيبوا 2 فصات ثوم تربيوهم هكذا البنات، نربيوهم. بعد نكملوا نقلوا كامل الخليط كما راكم تشوفوا هكذا نقليوه. وتكونوا وجدتوا الزيتون ديالكم. انا الزيتون شريته الصباح، حكمت درتو في كاسرونه، درت فيها الماء ودرت له ملعقه فرينه. هذيك الملعقه تشرب لكم كامل هذاك الملح. ولا شريتوه تمتم، غليوه 2 مرات. هنا كما شفتوا البنات درت الملح، درت فلفل اسود، درت الكركم، درت توابل دجاج، ودرت الزنجبيل سكنجبير. واش درت الملح، فلفل اسود، سكنجبير، توابل دجاج والكركم. وهنا الزيتون بعد كما قلت لكم درت له ملعقه فرينه في الماء وخليته. ديروه في الليل وقدموا به غدوه داك الصباح، ولا ديروه الصباح خدموا به العشيه. هذيك الملعقه تاع الفرينه هي اللي تجرب لكم كامل هذاك الملح. هذه الطريقه يديروها في المطاعم وكامل. هنايا البنات درت هذاك الزيتون ودرت ملعقه فرينه وقليتها بيان مع داك الخليط. ومن بعد درت هنا ما يكون سخون، خليت القدره حتى تولي تغلي باش ندير فيها لي بولات هكذا البنات. وهنايا نكملوا مع الدجاج ديالنا. هنا درت 2 فصات ثوم راني نربي فيهم هكذا. ومن بعد نخلطوا بيان هذاك الدجاج ونديروه على شكل كوارات. البنات اللي لحقتوا لهذه المرحله جبت لكم والله دي فيديو حبيباتي، ما تنساونيش حبيباتي بكومونتير شباب كيما نتوما، ولايك للفيديو، اشتراك في القناه، ولا ما كيش مشتركه في القناه عفوا حبيبتي. حبيبكم حنا نتعبوا بزاف على لي فيديو، فرحونا غير باشتراك، اشتراك باطل ماكش حتخلص عليه دراهم. ابيكم والله يا البنات غير راني مريضه كاع هكاك، وقلت معليش نحط لهم اطباق رمضان. البنات هنا يديا درت فيهم الزيت وراني ندير هكذا، باسكو جربت انا بالماء بصح ماشي كيما تدهني يديك غير بالزيت وتكوريه. كما قلت لكم البنات انا والله غير راني مريضه، ما بيش كنت قاعده في امان الله مع الحشيه، صدت رجلي الكعب ديالي ما نقدرش نحطوه على الارض، يسمعني نمشي غير برجل وحده، يعني نمشي غير برجل وحده كيما قلت لكم كامل هكذاك. وكي قعدت بزاف في الكوزينه وصورت وكامل تصور يدي بزاف الوقت
حكمني بزاف السطر في الليل، دوكا راني ندير لكم في المونتاج. راهو عندي واحد السطر يا البنات، قلت معليش في خاطر حبيباتي الغاليات ومشتركاتي آه، ندير لهم فيديو رمضان ان شاء الله. البنات كيما شفتوني كي درت الكويرات كامل عاودت كورتهم باش درتهم، لازم تكوروهم البنات باش تحطوهم باش يخرج لكم مفينين. وهنا البنات كانوا عندي حوالي 5 حبات بطاطا يكونوا كبار، حكمتهم هكذا قطعتهم دي بتي كارو، ومن بعد ديروا لهم الملح، ومن بعد البنات تقليوهم. درت لهم الملح دوك نقليهم ونديرهم دوك نروح نقليهم، وهنا بعد نرجع لكم. سي با لابين نوريكم كيفاش تقلو كامل، نعرفوا نقليو باش الفيديو ما يخش طويل بزاف. ها هوليك البطاطا بعد ما قليتها البنات درت فيها حوالي 4 حبات بيض باش تتماسك، لازم نديروا البيض باش تخرج لنا هكذاك خبزه. هكذا البنات نديروا البيض ومن بعد نخلطوا كامل هذيك البطاطا مع البيض كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد البنات تجيبوا المول، كيما تجيبوا هذا المول العجيب ولا تجيبوا المول تاع المسكوتشو. هنا جبت بابي كويسون. بابي كويسون ديروا له الماء من تحتها، شمخوه هكذا بشويه ما باش دركا نحيهم البنات، نقليهم البنات في مقلاة ندير فيها الزيت والزبده ونقليهم هكذا البنات. دوكا تقليوهم تحمروهم كامل من الجهات ومن بعد تنحيوهم. هذا مكان عمليه بزاف سهله البنات. كيما هذه المرحله كيما قليتهم نسيتها كامل ما حطيتها لكمش في المونتاج، حتى راني ندير فيه تفكرت باللي ما درت لكمش كيفاش قلينا ومن بعد درتها لكم. كيما قلت لكم تقلوهم كامل هكا في الزيت والزبده، ومن بعد ما يتقلاونا كامل من جهات نحيوهم ونحطوا هذوك الكرات فوق البطاطا هكذا. نحطوا هذوك الكويرات، نحطوا نصفهم والنصف الاخر نحطوه في الوسط الطبق، ومن بعد نكملوا نزيدوا نديروا هذيك البطاطا المتبقيه الكميه الثانيه نديروها فوق هكذا لي بولات كما راكم تشوفوا كامل هكذا من الفوق. بعد تديروهم في الفرن قد ما تنشف لكم تنحوها واحد 15 دقيقه، واحد ربع ساعه تكون نشفت لكم هذيك البطاطا، ومن بعد تنحيوها. وبعد هكذا هي سخونه انا ديموليتها هكذا، نديمولي فيها نحول هذاك بابي كويسون غير بالعقل باش ما تتخسر لكمش هكذا البنات. كما راكم تشوفوا تنحوا فاسيلمون هذاك البابي كويسون، ومن بعد ديروا فيه لاصوص مع الزيتون وكامل هذيك اللي درناها. نديروا هنا لاصوص والزيتون اللي درناها هكذا البنات. ومن بعد تزينوا الطبق ديالكم بالمعدنوس ولا كيما تحبوا تزينوا الطبق ديالكم. وهنايا درت الشيدار، هذه الحاجه ماشي ضروريه، درت الشيدار على الاطراف ودرت البلا في الميكرووند قد ما ذاب لي هذاك الشيدار ونحيته. هاوليك قد هاوليك بعد ما ذاب لي بعد درت له المعدنوس هكذا من الفوق كتزيين كما راكم تشوفوا هكذا البنات. ومن بعد تقسموه دي طرونش وتقدموه. هذا مكان عمليه بزاف سهله البنات. وفي الاخير حبيباتي ان شاء الله يعجبكم البلا تاع اليوم، يخرج بزاف بنين، وفي الوصفه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم.